في يوم كاتب الكتاب صحيت بدري شوية، قلبي كان بيرقص من الفرحة. أول مرة أحس إني عروسة بجد وإن لسه باخد شاور. موبايلي رن، رسالة من رقم غريب بعتلي: ابعدي عنه، ده مش ليكي، شوف الصور. ولقيت مبعوتلي الصور، قلبي وقع في رجلي. فتحت الصور وإيدي كانت بتترعش. لقيته هو لابس اللبس اللي المفروض هيجيلي بيه، واقف ومع واحدة مقربة منه قوي. قربت الصورة وقلبي وقع في مكانه. كنت مصدومة، مش بس عشان بيخوني، الصدمة كانت في مين اللي معاه. بنت خالتي اللي كانت معايا من شوية بتقولي: انتي تستاهلي احسن واحد في الدنيا. قعدت على الارض وفضلت ابص في الصور، دموعي نازلة، مش قادرة استوعب، مش قادرة اصرخ، مش قادرة اتحرك، مش قادرة اتكلم. كل حاجة جوايا اتكسرت. البس وانزل ولا اقول لهم اني مش نازلة خلاص، ولا اطلع واجمه. ما كنتش عارفة اعمل ايه، والناس وكلام الناس. بس في النهاية قررت البس وانزل. قررت البس. وشي ما فيهوش نقطة دم واحدة من كل النرفزة اللي انا فيه. وانا نازلة كنت بحس اني ماشية على قلبي والله. وصلت، شفته مستنيني بيضحك وانا وشي متجمد، عيني من جوايا وانا ساكتة كده. ودي كانت مشكلة النهاردة. قولولي هتعمل ايه في الكومنتات. لو عايزين بقية القصة كاملة اعملوا لايك وسبسكرايب. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.